وجاءت هذه الآية بعد ذكر الله رب العالمين للسعداء، بعد أن ذكر الأنبياء والرسل في هذه السورة التي نحن بصددها سورة مريم. جاء ذكر الأشقياء في قول الله رب العالمين: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. المصيبة والكارثة أن كثيرا من المسلمين لا يبالون بأمر الصلاة، لأن الوعيد هنا إنما جاء كما قال ابن مسعود وغيره في الذين يضيعون الصلاة، قد الذين يضيعون مواقيت الصلاة، يعني يصلون الصلاة في غير وقتها، في غير إيه؟ في غير وقتها. وهذا إنما أخذه من قول الله رب العالمين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون قالوا يؤخرونها عن وقتها. لم يقل أحد من المفسرين أنهم تركوا الصلاة بالكلية. لماذا؟ لأن ترك الصلاة بالكلية إنما هو كفر عياذا بالله، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: العهد بيننا وبين الكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث لا يتحمل التأويل ولا يتحمل حتى الإكثار من الحديث أو أن نخرجه عن معناه أو مغزاه أو نلوي عنق الحديث فنقول من تركها متكاسلا أو من تركها معرضا متكبرا، كلاهما سواء عياذا بالله. ولذلك هذه الآية تلقي بالرعب في قلب كل ولي أمر، كل مسؤول عن أسرة، عن بيت، الأب في البيت والأخ الأكبر والأم في البيت. من منا يراعي هذا؟ ومن منا يقيم لهذه الآية وزنا قبل أن نؤخذ إلى الله رب العالمين أخذا، ونكون ممن تحقق فيهم قوله تعالى في هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هنا هو غاد في جهنم عياذا بالله رب العالمين. فأنقذوا أنفسكم وأهليكم كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ. نعم.